جه قال على موقف، قال إن هو كان في باريس و لقى لبن في السوبر ماركت مُعلّب حلو أوي وطعمه لذيذ، فجابه وشرب منه. مساء النور يا أم محمد، عاملة إيه يا حبيبتي طمنيني عليكِ. فجابه وشرب منه كميات كبيرة جدًا، بيقول طعمه حلو وشربت منه كمية كبيرة جدًا، جدًا، جدًا. بيقول بعدها على طول بعد ما شربت الحليب ده أو اللبن ده، أنا حسيت بإيه بقى، قال صداع وزغللة وألم رهيب، مغص رهيب بالبطن، وغير كده وكده حسيت إن أنا باخرّف، عارفين اللي هو أنا تُهت، حاسة إن دماغي دي مش مضبوطة، ده كله من اللبن. فبيقول مش قادر. فاكتشف بقى بعدها إن هو لمّا كان بيشرب اللبن ده، هو خلّي بالكم هو شرب الكمية دي زي ما قُلت لكم بالليل، اكتشف إن هو لمّا بيشرب اللبن ده بالنهار ما بيحصلوش أي حاجة خالص من الحاجات اللي إحنا قُلنا عليها دي، لكن لمّا شرب اللبن ده بالليل